ما شاء الله. من أغرب الفيديوهات اللي هتشوفوها الفيديو ده، راجل صيني مربي 70,000 طائر في الصحراء. بغض النظر عن الرقم الكبير ده، وبغض النظر عن ازاي الفراخ دي عايشة في صحراء، وازاي الراجل ده بيتعايش معاهم، وازاي بيأكلهم أو بيشربهم، أنا كل اللي يفرق معايا بس حاجة واحدة بس أنا مستغربها بصراحة ومش قادر أفهمها. ازاي كمية الديوك دي كلها عايشة مع بعض بأمان وبسلام وبدون مشاكل؟ احنا عندنا بنربي كام فرخة كده بيبيضوا، بنحط معاهم ديك أو ديكين عشان خاطر يحصل عملية تخصيب للبيض. الديك او الديكين دول بيبهدلوا بعض ضرب ومشاكل وشجار وممكن يموتوا بعض. طب ازاي كمية الديوك دي كلها عايشة مع بعض كده في مكان واحد وعايشين في امان وسلام؟ انا كل اللي استنتجته من الموضوع ده ان كل المشاكل بين الاخوات سببهم النسوان والحريم. كل المشاكل بين الاب وابنه سببه برضو المشاكل والحريم. يبقى احنا نستنتج حاجة مفيدة هنا، ان احنا كل مشاكلنا في الحياة سببها النسوان والحريم. يبقى الديوك دي عاشت مع بعض في امان وسلام لانهم مش معاهم نسوان ولا حريم، قصدي برابر يعني.